بنحمل مسيرة أفزاز وقادة محترمين تولوا مسؤولية هذه المحافظة. ودايما بقول أنا لكل زمن ظروفه. أنا أقلهم جهدا وعطاء، لكن ربنا أكرمني بقائد هبة الله لمصر. يعلم الله أنا لو توليت المسؤولية في زمن القادة اللي قبل مني هم أكرم، وأنا كنت عايش الحياة من أسرة سياسية وكنت في القوات المسلحة وعارف ظروف المحافظ إيه وكان يقدر يعمل إيه وما يقدرش يعمل إيه. لكن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى لما خدت القوة من الله سبحانه وتعالى وتوكلت على الله ولقيت دائما وأبدا ما خدت قرار ولا طلبت طلب بالوادي الجديد مش هقول لكم لم ينفذ، ممكن تنفذ بعد انا عايزه السنه دي، ممكن تعمل السنه الجايه. يعلم الله اخر طلب انا طلبته سياده الرئيس طريق العوينات الفرافره. قال لي زمرود باللفظ كده، انت عارف هيكلف كام يا زمرود؟ قلت له يا فندم يعني طبعا رقم كان زمان الكلام ده من 4-5 سنين. ويعلم الله اول اجتماع للطرق كلمني اللواء الفار رئيس الهيئه الهندسيه قال لي النهارده سياده الرئيس صدق نعمل طريق الفرافره العوينات وكملنا، كان الواحد عمل قبل كده وبصمم. الطريق ده بس مثال، بس انا هقول لكم ده طوله 1600 كيلومتر. احنا عندنا طرق كتيره بس الطريق ده لولا ما لقيناش الاستثمار، ما لقيناش شركه رخا اللي معانا الدكتور سالم فيها، ما لقيناش شركه الصباحي، ما لقيناش شركه مش عارف مين 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 مين، كل الناس الافاضل دول، المهندس عمار، مش عايز اذكر حد عشان ما انساش حد. دول لو ما لقوش طرق وما لقوش اتصالات، طب الاتصال ده اخبارها ايه؟ انا يعلم الله اتصلت بسياده الرئيس مره بين العوينات والداخله وقلت له يا فندم دي اول مكالمه لسيادتك من هذا المكان واول مكالمه تتم من هذا المكان على تليفون محمول. فانا بقول ربنا اكرمنا ان سياده الرئيس ممكن يقول لك القاهره والكباري والعاصمه الاداريه والانفاق وسينا لكن محافظات الوادي الجديد في القلب. ودائما وابدا مش اخبار الوادي الجديد، اخبار اهل الوادي الجديد زمرود. اقول يا فندم كذا 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 مش عايزين حاجه، اقول فندم الوزراء بامانه مش مخلينا محتاجين حاجه. فكل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ربنا انعم علينا بالنعمه دي. ولولاها انا ما كنا يعني خدوا بالكم انا مش الانجازات اللي انا عملتها، انا بقول فكره لكن كل اللي معايا بينفذوا هذه الفكره. ومعانا قائد ربنا يحفظه ويرعاه علينا بيدعمنا بكل قوه. لو عدد سكان وحسبناها بعدد السكان ما ناخدش حاجه كريمه. ما يتعملش عندنا 185 برج اتصالات، ما يتعملش عندنا 3800 كيلو طرق، ما يتعملش عندنا خط كهرباء بديل، ما يتعملش عندنا غاز طبيعي، ما يتعملش عندنا اول عاصمه اداريه، ما نبقاش متميزين في كل حاجه. ودليل على ايه؟ ان احنا اول تميز حكومي كل سنه بفضل الله، من اول بولاق لغايه القصر لغايه بلاط لغايه الفرافره لغايه الخارجه، يا اول يا تاني، يا اول يا تاني على مستوى الجمهوريه. حتى كمان في الموظفين احسن موظف حكومي عندنا كان مهندسه من الوادي الجديد. شوف انا كل ما افتكر لهم حالات كده. فانا هاديكم بس 3 البرنامج اللقاء اللي عملناه مع سياده الرئيس 12/1/2019. اللقاء ده سيادته اصدر لنا 27 قرار رئاسي. يحضرني في هذا المكان ابن الوادي الجديد المحترم سياده اللواء الوزير المحترم شريف سيف، كان رئيس هيئه الرقابه الاداريه وكان يحضر معنا هذا اللقاء، وكان يحضر معنا 60 من ابناء الوادي الجديد. يعلم الله سياده اللواء شريف خرج قال لي انا طبعا اقدم منه يا فندم هو راجل محترم، بكره لازم تجي الهيئه نقعد نحط آلية لتنفيذ هذه التكليفات. وقعدت مع سيادته في المكتب حوالي ساعة وجاب المختصين من الهيئة وكان بيتابع معانا سواء من مكتب الوادي أو من هيئة الرقابة الإدارية في مصر كل إجراء وكل معوق كان مع الوزارات
وكان اكبر داعم لينا، فانا بشكره بامانه باسم اهل الوادي الجديد، وده حقه علينا وعلى حق اهله عليه. زي ما انا اللي هو مفتوح دايما بيقول ايه؟ الزمالوط اي حاجه يقول الوادي وسينا، الوادي وسينا. فانا بقول لو كل واحد فينا خد باله من اهله وقريته بلده ومحافظته بالاضافه للمسؤوليه بتاعته بدون ما يخون مسؤوليته وبدون ما ياخد حق اهله يوديهم لبلده، يعني الاثنين. ودايما انا بقول كده على الله، كل بلدنا هتبقى كويسه. فانا بس هوريكم اللقاء ده بس حضراتكم وهكتفي بيه، يعني لا هتكلم في نخيل ولا في حرير ولا في كل المرات الحلوه ولا بحيره باريس ولا السمك البلطي المحترم وش الضام اللي بيجي احنا بنبيعه هنا للناس ب 25 جنيه. اوعى يا سيد تكون غليت السعر ولا حاجه. ها استاذ سيد محمود امانه ماشي بقى بفضل الله احنا ربنا كرمنا بحيره باريس، يمكن اول مره نصطاد منها اسماك. احنا يمكن بنجيب حتى الان جايبين اكثر من 1200 طن، واحنا بنصطاد حوالي 8 شهور وبطرق بدائيه، وان شاء الله بالتعاون مع الاسره والسمكيه والخدمه الوطنيه هيزيد الانتاج ويكفي ان شاء الله بزياده. اللقاء ده بقول لحضراتكم كان حاضر معايا في 60 ابناء الوادي الجديد، وممكن فيهم حد هنا بس اتذكر منهم الحاج محمود الشاذلي كان منور معانا، صورته اهي منوره بتهيألي في الصف الاولاني، وكان معانا الحاج محمود. لو سمعوا تقيله برديس يقول له ده بتكلم عليه عشان يقف بس. اصل الحاج محمود ده عظيم العظماء الوادي الجديد بامانه، ربنا يبارك له، بس هو حظه بقى اتفضل. فاحنا قلنا فكره الاول دي نقول اول